على آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، سنتكلم حول عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من طائف وما أكرمه الله عز وجل به من رحلة الإسراء والمعراج إن شاء الله. أما إيرو دحسا خو بحثا چه بکن که پیغمبر ما وقتی چو طائفه و ام بیجن تشتکی خراب آنی سر پیغمبر و زفراندنا یا مکه و مسئله که کد حیات پیغمبر دا تاریخ اسلام داش پر مهم چه بیم جراد بیجن شوا اسراء و معراجه. أما أنا بحث هفانا بكن إن شاء الله. طبعا بعدما أراد الرسول أن يعود إلى مكة لم يستطيع أن يدخل. أهل مكة سمعوا بأنه ذهب إلى الطائف فاجتمعوا له قالوا لا نقبل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من أهل مكة اسمه مطعم ابن عدي، رجل محترم في قومه له أولاد وأسرة. قال أحب أن أدخل إلى مصر إلى مكة تحت حمايته، هل يقبلني؟ فقال أهلا وسهلا، أنا سأقبله وأحميه. فذهب مع أولاده مع الأسلحة، كان سيف موجود يعني، وأتوا بالرسول. أتى الرسول وطاف بالكعبة فسألوه أهل مكة هل أنت تابع لمحمد أم أنت فقط تحميه أو جار له؟ قال أنا أحميه فقط. قال إذن نحترم ما أنت تقوم بحمايته، لن نؤذيه من أجلك فليدخل. فهذا الرجل له موقف مشرف والرسول لم ينسى هذا الموقف. بعد سنوات حصل شيء، قال لو كان هو حيا لأكرمت هؤلاء من أجله ولكنه كان ميتا. إذن الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم رجل وفي لا ينسى من أحسن إليه. پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواست وره مكه نکا بوره، چمکی کافر مکه خبر وان چه بوک پیغمبر خواستی هر طائفه هیچ اجوانا گوتی یاردمان بکن، وانا یاردم نکرن، به ادبی کرن، ضرار دان پیغمبر صلی الله علیه و سلم هات شو کده که مکه نکاره وره. شخص کی مکه و ناوی مطعم کره عدی بو، شخص کی بو، عائله کی، مزنه عائله کی بو. پیغمبر خبر جراشان گو دکاره لمن خودی در که و بپارزه. اپ پیغمبر نکارنی بپارزن چمکی نیارتیه ایدی. اوی شخصی هانش دوری و اقربای پیغمبرش دور دا یعنی، ولكن نبی مسلمان شخصی که محترمه یعنی گو دکاره لمن خودی در که و بپارزه بره نو عربا دا قانونه که حمایه هبو دگوتن فلان کس بن حمایه مدایه. و شخصی که بگوتا یکی را تدکاری بپارزی، اگر که بگوتا نه است نه پارزم عربا تفتکر سرچعوید گوش قط رزیلی تعیب ناکی ملتك اشترى دبي آلیکاری مكتب بي والله تاخدي در ناكم وي رزيل تكرن يعني عيبت جو ياك ورا مالته بيجي ياردم مكتب بيجي استناكم بري عيبك مازن بو. پاشي كوبياجي پیغمبر خبر جرات شند بسر شعب من شرف جرا كدنا و قريشيا دا ياك ورا بكيف ام كردي بن بختتلو ورا بيجن ما خلاص كي او زاروك يخو سلاح خقرت. طبعا سلاح شوربون يعني دمانچه ما ماچه كلاشكوف وتشتوساتن ابون سلاح خقرتن چون پیغمبر آنین. پیغمبر ها طواف کعبه کرد، ملت جرا گو مطعم گو اویا تبوی مسلمان تبوی حوالی و یاجی تلی خودی درد کبی کتیا بختته حمایته گو ناز نچ مستردینی وی فقط اخلاق مجمرات بجا یکی کو آلیکاری جم بخواز از لی خودی درد کبم گوی وقتانی هم احتراس لناکن حرمت هم اشتره هیه مادام توی ظلامتی هانه کی ام دن سخناد نکی ام میرانی اکو فی مطعم هانه کر پیغمبرش بیر و نکر. پیغمبر علیه الصلاة و السلام درس کمازن جدمه دبی انسان خودی وفا بن وفا کردید به تدی امید کردید به وفا یا جی وفا یعنی نانکوری هم خورد بشه نانکوره فلان کس قنجیش بیر واد که ایجا پیغمبر ویاش بیر و نکر. چند سال در باس بون ده حربا بدره دا بلکی خدا عمر درش که ای وقتانی سمت بیر و نکن قنتشتکی چه بو پیغمبر گو اگر که مطعم الحیاتی بونه منوانا بدا خاطری وی من يبدا خاطري بقنجيه ويا هاني كل مكريه فقد قوم مطعم مريه ويقصي اگر كونه من يبدا خاطري وي يعني ولو كافر باشي يكيكم من نتا كلتاب كقنجي كلتابك اسلام بجا غرات جبير وانكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جبير وانكر گو اگر ساخمونه من وانا بدا خاطري وي او قصاكو ميراني كي كربو پیغمبر جي وي ميراني وي اني سرزما ابيا غره اخلاق كي باش جمعه بيان نان كوريت نبه يكي قنجيل تكر تقتش بيروانا كي هردن بيجي مالاوي آوا قنجي كلمة كر نه پاشه والله مرا تشتكي وها گو برقه بيجه تقنجيويش بيروانا كه
إنسان بأصل قنجياش بيرفاناكن تشتي رنت إنسان خرابجي تشتي خرابج بيرفاناكن. طبعا بعدما عاد الرسول في حماية مطعم ابن عدي، الله عز وجل أراد أن يكرم الرسول تكريمة أخرى. الشعب أو الناس لم يعلموا ولم يعرفوا قيمته مكانته، فالرسول صلى الله عليه وسلم عاد محزون مهموم. هناك كلمة عربية يقول: وبعد كل محنة منحة. محنة معناه مصيبة، منحة معنى عطاء. فالله عز وجل منح الرسول بعد المنحة، بعد المحنة، بعد الطاف والمصائب الأخرى، أكرمه الله عز وجل بشيء لم يكرم أحدا من الأنبياء قبله: الإسراء والمعراج. سنقول ما هو الإسراء وما هو المعراج بعد قليل بإذن الله. پیغمبر پشتی هات مکه محزون دردی هی ور حاصل کلام یعنی پر بلاهات سریوی جن مر آب مر چو باجاری قبول نکرن حقارت لیکرن ور حاصل پشتی کو پیغمبر هات ایجاد ورد خدا عز وجل هدیه کی دا پیغمبر خدا پر محزون ببو خدای عالم جی خواست قنجی کی رندی کی پیغمبر هدیه کی بده پیغمبر خو او هدیه هانه جی شوا اسراء و معراج چیه می آنوی بیجن قانونه کی هه دبی پشت هر زحمتی خوشی کی هه پشت هر زحمتی فرایی کی هه خوشی کی هه پیغمبر جی پر بلا و مصیبت هاتن سریوی خدای عالم خواست کیفا پیغمبر خبینه اوجه را بیجه عبد من قیمتا تنظام من از قیمتا تزانم ملت احترامات نگرند بزامت الجمن پر بقیمتی یعنی ایجا تشتکی وسا خدای آنی و دا پیغمبر ده حیات ته پیغمبره کی دا خدا او قصه قنجی ندای ته پیغمبره کی دا پیغمبر خو حضرت محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا رحلة الإسراء والمعراج الكلمة حينما نقول إسراء أسرى يسري هو السير ليلا باللغة العربية، لأن الرسول أخذه الله ليلة من مكة إلى بيت المقدس القدس، هذا إسراء ذهب بالليل لم يذهب بالنهار. والمعراج معناه العروج ارتفاع إلى الأعلى، فالله عز وجل أخذ ليلة نبيه من المسجد الحرام من مكة إلى مسجد الأقصى وجمع به أنبياءه وصلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم إماما، وبعد ذلك أخذه إلى المكان الأعلى، رفع الملأ الأعلى، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم برفقة جبريل رسول الأنبياء بين الله والأنبياء، إكرام من الله من الرسول لرسوله صلى الله عليه وسلم. فذهب الرسول ليلا إلى هناك وصلى بهم ركعتين فاجتمع به جميع الأنبياء لنريه من آياتنا، فالله عز وجل جمع له. ورحلة الإسراء والمعراج كان بالبدن والروح معا، لم يكن بالروح فقط، لو كان بالروح لما كان هناك شيء اسمه معجزة. نحن بالليل أحيانا نذهب إلى جميع الأطراف العالم، ولكن المهم البدن يذهب. فإعجاز الإسراء هو بالبدن وليس بالروح فقط. إسراء ومعراج دي كلمة عربية. إسراء كلمة معنوية بشف جيكي هاري جيكي أبا معنوي إسراء، يعني في زمان عربي ده هاد قلتن إسراء يجي أسرى يسري أبي إنسان بشف جيكي چه جيكي أبي السيرة شبيه. معراجي معناه بلنبون خداد شبكي ده القرآن ده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو سميع البصير. ده شبكي بيغمبر يخش مسجد الحرام مكة، ده شبكي ده بيغمبر خواني مسجد الأقصى قدس جامعه كو بريا بيغمبر ما قبله بو بيغمبر بخوشي چون مدينة چند ماه بري خدا لوي قبله. مسجد الأقصى جامعه دوره معنوي، ومسجد الأقصى أو تدي فطرافة كهرو درتي ويا قباوي زر أو ننا. مسجد الأقصى يكابشوكا كيلاكوية أو يا جراد بجن قبة الصخرة كبريك بيغمبر نجي خدا سري والحسبي خسيار وشو حزورا خدا قبة الصخرة أول لسري جامي كي تشكرن أو يا قبة الصخرة يعني قبال سر كبر. مسجد الأقصى القبلوية جامي كده بشوكتره فقط شيطاني كي هي بصالة قبة الصخرة ويا زرد دين برشعبه ما عادنه فشيرن جبان صبر وخراكرن كاس كي نظام تشيه بيجن فا اساق افيانه يعني اوجي ليسكا سياسيه اجا پیغمبر ما خدا دشبكي دا ويج مكه برلوي او پیغمبر کوم بور خدا رح پیغمبر تف توب کر پیغمبر مل پیشیا وان پیغمبر لمش کر
بو امام وان او پشت بی خدا پیغمبر خو بلند کرد بالحضور خو چو حتی جه کی کویدی بشر و ملائکت جنا گجنه پیغمبر چوان در رب عالم هنه کی تشتا پیش کرو معجزه و تشتا دید اویاجی قنجی که خدا دا حضرت محمد علیه الصلاة والسلام ندا ته پیغمبر کی دی ته پیغمبر کی دی نه چوی مقام یانه ندیتیه اویاجی بزانبن. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم هناك تفاصيل كيف ذهب وأي دابة من ركب دابة اسم براق ركب إلى هناك وصلى بالأنبياء وكذلك حينما رفعه الله عز وجل كان يمر بكل سماء وفي كل سماء أحد الأنبياء فالرسول يتكلم معه وهو يرد عليه وهم يدعون للرسول صلى الله عليه وسلم. فقط أبا الأنبياء إبراهيم وأبا البشر آدم عليه السلام فإنهما قالا مرحبا بالابن الصالح والأخرى قالوا مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، يعني هؤلاء اعتبروا الرسول ابنا وسائر الأنبياء نظروا إلى الرسول نظرة الأخوة في النبوة وكلهم يرحب بالرسول ويودعه إلى أن ذهب إلى الملأ الأعلى. پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام باطي كشبك دا خده بر دبي حيوانكي ناوي براقه حيوانكي وقا تركي دبيجنا وقا فزه يعني وقا صاروخت شه ما نديت تشتكي جواله خدا هر تشتي بالسبب چتكه. پیغمبر شبكي دا چولوه ودوه دال پیشیوان پیغمبر علمهش کرد وقتی که چو عسماناجی حدیث و هاد بیجن دبي هر عسمانكي چو پیغمبر کلوه بو حضرت آدم حضرت نوح حضرت إبراهيم حضرت زكريا حضرت يحيى بجن حضرت عيسى حضرت موسى يعني هناك پیغمبر لهر دريكي هر عسمانك يكل بردري سكناندي بو در عسمانه چويا من زانن لي وساكنونه دچول كي تخص دغون كي دغو از جبرائيل كي دغالت دغو محمد دغو ما خدي امري كري دغو بلي خدي امري كري براوره حضرت آدم و حضرت إبراهيم اوان هر دی باب پیغمبرن شخون یک باب انسان ته و یک باب حضرت پیغمبره دبه هر دی وقتی کو پیغمبر دیتن دگوتن لا یمن تب خیر هاتی وی کلمه لا یمن چونکی باب وانتن حسابه لا یمن و پیغمبر صالح جراد گوتن پیغمبر دی پیغمبر دگوتن مرحبا برای صالح برای هفمو چونکی پیغمبر ته برای هفن فقط وان هر دیش پیغمبر دگوتن لا یمن چونکی پیغمبر لا یمن به هر دگو لا یمن صالح لی پیغمبر دید گوتن برای صالح تبخیراتی تواش پیغمبر دید گوت بخیراتی و آخر بت بسلامتی هری حتی چی حضور خدا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چو حضور خدا تشت خدا پیش کرد دید معجزه و تشت غریب و عجیب دید امی آن وانجی بیجن چی و چی دید. طبعا الله عز وجل حينما أسرى وحينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم اطلعوا على بعض أسرار الكون حتى يتأكد الرسول أكثر كما يقول ليطمئن قلبي إبراهيم عليه السلام حتى يزداد محبة وتقديرا وإجلالا لله عز وجل ويرى عظمة الله عز وجل في خلقه. فالله عز وجل اطلعوا على بعض أسرار الكون وأراه الجنة وبعض الناس فيها وأراه جهنم وبعض أصحاب الذنوب والمعاصي فيه فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة وعاد إلى الأرض. وكذلك فرض الصلاة بشكل مفصل في ليلة الإسراء والمعراج على رسولنا صلى الله عليه وسلم. خدا بشتك پیغمبر خبر هناكي حضرت جبرائيل گراند امبیشن دی کائنات خدا دا هناك تشتي غريب وعجيب دید جنت دید جهنم دید هناك انسان جنت دا هناك انسان جهنم دا خدا هناكي پیشوی کرد پیغمبر وان تشتا تفدید. طبعا حکمتی وی چیه جوان حکمت آجی پیغمبر جبان ده مزناتی خدای خوب به قلب خوشی بدینه و شعب خوشی بدینه یعنی حاشا نک پیغمبر ایمان ما ضعیفه چوا کو حضرت ابراهیم گو یا ربی چوا مریا ساخت کی گو خدا قیت یقینا کی خدا جرا گو والله خدای ما از یقین که برا دل مجرح حتبه یعنی دل مجرح عقاب شعب خوب بدینم تشتکی از یقین دکم شعب خوب بدینم خدا هناك تشتان نشانه پیغمبر دا جنت خوشکیاوی اینکه انسان جنت دانه انسان چونه جهنمی هناك خدانی گناه جهنمی دادید اویک زنا کرنه اویک غیبت کرنه اویک انسان کشتنه اویک ریبای کرنه ور حاصل هناك رب عالم پیش کرد پیغمبر وانا تفدید اودشوا اسراء و معراج دا رب عالم لمیجه جی لمیجه که آن امتکن 5 فرض لمیجه
لسر اسلام لسر مسلمان خدا فرض کرد. اویاجی امزانه بن لمش او قاصد تشتکی پیروز و مبارکه ده حضور خدا رب عالم پیغمبر بر او مقام آنه لسر فرض کرد. پشتک پیغمبر جهاد صلی الله علیه و سلم ایجا جمرا الشكل لميج بشكل كي خوشك حضرت جبرائيل هات جراغو لميج وهات يكرن لميج وهات يكرن وان تشتياني تفجراغو. طبعا ماذا نستفيد او ما الحكمة من ذهاب الرسول الى المسجد الاقصى؟ القدس او المسجد الاقصى كان قبلة لجميع انبياء بني اسرائيل، ولكنهم حينما حرفوا وبدلوا اخذ الله منهم هذه القيادة الدينية وسلمها إلى أمة الإسلام. نستفيد منه هذا، انتهى دورهم الذي لم يقم بوظيفته تأخذ منه الوظيفة. كما تعلمون هناك قادة الدول إذا أتاهم مصيبة يمنعه من أداء الوظيفة يأخذ منه هذا الوظيفة، يقول انتهى دورك نسلم إلى رجل آخر. فهؤلاء حينما حرفوا وبدلوا وبدأوا يفسدون في الأرض أخذ الله منهم هذه المكانة وأعطاه لنبي آخر ولأمته أمة الإسلام. نفهم منه هذا الحكمة، انتهى دور القيادة الدينية لبني إسرائيل وسيبدأ القيادة الدينية لأمة الإسلام. هذا هو، لا نقول لا عرب ولا كرد ولا أمة الإسلام انتقل من بني إسرائيل إلى المسلمين الذين يسيرون خلف محمد صلى الله عليه وسلم. نفهم مختصر المفيد هذا، انتهى دورهم وبدأ عهد جديد، انتهى عهد بني إسرائيل وبدأ عهد محمد ابن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حکمت کو پیغمبر چو قدسه، مثلا خودت کاربو پیغمبر جاره که دا ببر اسمان و بانیه چما خودی بر قدسه عالم دبیشن چمکی تاریخ و هاد بره تاریخ پیغمبر ابد به حتی پیغمبر داوی حضرت عیسی بو قبله قدس بو، قبله پیغمبر لمیجه قدس بو و بصدا خود پیغمبر ج اولاد حضرت یعقوب، یعقوب دناوی هنه یک اسرائیل یک یعقوبه، اولاد بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب. خود بصدا پیغمبر جوانشان و قبله وانجی او بو. ج حضرت اسماعیل ج حتی حضرت محمد پیغمبر تنه بود، لبب تنه داد هاتن یعنی جوان داد هاتن. پشتی وانا ایدی ام کردیا خود بجن خرفین، خرفاندن زانی چیه؟ فرانکه یعنی ایدی شاش کر نزانه چپ که خرفاندن به معنوی یعنی راس و چپ نافهفت خه حلال و حرام نافهفت خه باش و خراب نافهفت خه بکردید به فلانکس خرفیه هیدی یعنی تم نافهفت خست. پشتی وان انسان خرفین رزیل بون هیدی خمازن کرن لو هیدی دین خو خراب کرن گوتن لای خوده هه اوی کو گوتن نظام جنا خوده هه اوی کو گون نظام خوده چوایه ور حاصل یک لای خوده آتیا کشتن تشتکی دین خوده دانشتن ظلمه کرن ملت بشوک دیتن پیغمبر کشتن بصدا پیغمبر خو کشتن یعنی حضرت زکریا و حضرت یحیی یک جوان پیغمبر سری جه کرن یعنی او خرابون اوج دست وان بات حضرت عیسی اجت کشتن طبعا خوده عالم عیسی اجت دست وان خلاص کر علیه السلام. ایجا پشتک وانا قیمتا وی پیغمبری نظام بون خرفین خو قرار کرن ظلمه کرن دین خدا الگوره کیفا خو برونو آنین یعنی جان وان بخواستد گو وی حلاله جان وان خواست گو وی حرامه. مثلا قرآن بحث وانت که دبی گوتن فایز مزانه چه رانته یعنی ریبا گو ریبا نابره یهودیه ده حرامه مثال ربا حرامه ولكن وانت كارن جا كدي بستين اما ندن هفها جهفرانا جخلقي را بستينن وار حاصله كلام برياك خرابون رب عالمي قو تمام زمانه و تمام بو تاريخ و قديا تدي ام تشتاد استينن تاريخ و خلاص بهيلو تاريخ و خلاص به فلان تاريخي ده خلاص به اوان انسان اج تاريخ وان خلاص بو تاريخا كو هدي ببن رهبر ببن امبيشن وارث پیغمبره ایدی قبله نوان ده به تاریخ وان قدیا خلاص عيش وان خلاص بو تدی متزانن سیستم دولت هلو فلان کس به مزنه دولته ای مزنه دولت این کی شرطی وینه گاوک وان شرطا چون مزناتیه تقدیتی تقده مزنه دولت ام بجن کور بو چاوی ندید دین بو نخوش کرد نکاره بمشه به تاریخ تا قدیا کات وریدی دولتش دستی درتخن دکن دستی کدن وان انسان هانج اولاد اسرائیل کم بشن پشت تاریخ وان قدیا عيشه وان تمام بو دفتر وان هات گرتن رب عالمه گو تمام دفتر و هات گرتن دفتر یکدی بکر دفتر امت اسلام دفتر مسلمان هات بکرن ج
جوی روی بشوندا حتی ایرو حتی ام بجم دنیا خراب به اویک لازمه به ناو رب عالم خبر دب دین خودش ملت را بجن گره خودی قرآن بن امت اسلام به حق ما گره ام وی وظیفه آنه بکن یعنی عیبش مرا که ام بجن برا خریستیان ویا بکن یهودی ویا بکن نه ام گره وی خدمت آنه ام بکن دین خوده ام ملت را بجن حق ما ام مجبورم بکن چونکی پیغمبر ما اوی داویه قرآن ما اوی داویه وحی داویش مرا هاتیه خوده وی وظیفه آنه دا سرمله ما ام لازمه وظیفه خو بجی بینن اما مع الاسف ام جی سست بوند کتنا خو ها مجمتنا افیاش عیبه کامه یعنی حکمت ان مازن ابکو گو تاریخ وقدیا تاریخ وانا دست فکر دفتر واد گرتن دفتر وی امتا تازه دست فکر حکمت ان مازن جی ابکو یعنی رول هات گو هارتن هدی رول وانا دست فکر ابي وقدیا. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما عاد انظروا الى العظمه في الايمان لم يقل يا أخي هؤلاء كيف سيصدقون كلامي كيف سأقول لهم بكل شجاعة وبكل يقين. في اليوم الآخر ذهب إلى نادي المشركين قال أيها الناس أسري بي هذه الليلة. لم يتكلم عن المعراج لأنه يعلم بأنهم لن يصدقوا. قالوا أسري بك هذه الليلة من مسجد من هنا إلى هنا قال نعم من هنا إلى هناك. تعجبوا انظروا إلى هذا قالوا كنا نتوقع أن تقول أمورا كثيرة ولكن ليس إلى هذا الحد. كيف يتصور يذهب رجل في ليلة واحدة من مكة إلى القدس ويرجع؟ قالوا هذا شيء غير معقول. نحن نذهب في حين السفر نذهب بالأسابيع ونرجع فأنت تذهب في ليلة واحدة. قال في ليلة واحدة فاندهشوا كثيرا. ولكن المهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على يقين بأن الله قد أراه وطلبوا منه بعض المعجزات أو كيف سنصدق. فالله عز وجل أراه بيت المقدس وصفه لهم. وكذلك قال التقيت بعير يعني هناك قوافل قريشية في التجارة قال رأيت القافلة الفلاني في المكان الفلاني والقافلة الفلانية العير الفلاني في المكان الفلاني وبعض ما تعرضوا له فرآهم الرسول وأخبرهم وحينما عادوا قالوا صحيح كل هؤلاء صحيح نعم جرى بنا هذا. كذلك قالوا أنت ساحر وأنت كاذب ولكن الرسول بلغهم بالأمر. پشتێک پێغەمبەر زڤری ئەم جان هەینکی تشتات دینن ئەم دەبێژن حێرە والله من نەوێرم بێژم ملەت یەقین ناکێ حەقەتە بچاوێ خودی تێشت نەوێری بێژی تترسیلو ملەت چ بدینە وی یەقین دکێ دەما تشتێکی نەدینە یەقین ناکات دەبێژیت بێ ها چ دەرەوەکە مازن تە کرد کەسکی تشکی وا نەدیتیە فقط پێغەمبەرێ ما عليه الصلاة والسلام بەلەک پێغەمبەرێ خودایە گەرە ڕابە بێژە يعني زانه ملت بجات چه دره وکید کی حاشا زانه بو تشتیانه رویا دی سر اسبه چو گو گلو ملته گو کرم که گو ای شف خده مجمکه بریا قدسی و جاره کدی آنیه بحث عثمانه نکر لورا زانه بیاج قبول نکاش من آدنه قد قبول نکن گو شف کداش ورا چو ورا گو شف کدا چو ما هاتمش ایوار الورا بو گو ارد کتی خو اره او داوی هاتن تبرن گو اره هاتی بله گو مدره ودیتی نبی عجبه يعني داره ولی نبی عجیبه هانه گو ام دما کو تجارت کنه ام دچونو تن هفته کیده هفته ماه کیده هم ناچ ناینه تی شف کیده هری وری گولا شف کیده چما اتمه و یقینا کنجی اجبارا بیش حتی جی سوال کرن قدس تشتکی چاو بو جامعوی خدا عز وجل قدسیانی برچعوی پیغمبر ما تماشا کر او تبکا گو حتی پیغمبر بیا چوبم تماشا نکر و شکلی پنجری جامی چوانن دری مریوی جبرائیل علیه السلام وقت فوتوغراف کانی برچعوی و پیغمبر تبا جوانا گو پیغمبر دینه چه گو گولا راسته تشک تدبیجی قدس و ساکینه برای پیغمبر حیات خودش نه چه قدسه ایوا کانا فوتوغراف جیتنه فوتوغراف و ویدیو جدید و او جیتنه گولات راست بیجید قدس و ساکینه ما تدروات کی راست قدس و تدروات کی گو بنه اچومه کاروان وزانه چنه کاروان قوم تريدا كاروان وديتيه الفلانجي كاروان هبو الفلانجي كاروان هبو تشتكي وكنو حتى الجيكي دفا كوان هم ضاببو ويقينا كن فلانج روج بروج رات رو درتيا رو دركبه كاروان وجد فردا دركبه حتى ساكن تماشاجي كرياكي ارو دركت اديغو دفا مهاتن هر تشتي بشعبي خدين تيساغو والله چه دروك عجبتك تيساجي يقين نكرن يعني انسان که یقین نکش یقین نک ابیاج مصیبت کدی یعنی وان تشتای تف پیغمبر جوان گفت تی سای سر دا یقین نکردن گو حاشا تدروات کی ولكن نورماله ایوک یقینی ام خدای مازن تنه به هر تشیج قبول نک
ولكن أمر آخر، المشركون قالوا الفرصة دخل في يدنا، ماذا سنفعل؟ أولا ذهبوا إلى أبا بكر قالوا نجعله يشك في نبيه، ذهبوا إليه وقالوا يا محمد صاحبك، لم يكونوا يقولوا له نبيك، صاحبك يقول بأنه ذهب الليلة من هناك إلى القدس ورجع، انظروا إلى الإيمان ما نحن نفقده الآن. فقال أهو قال هذا الكلام؟ قالوا نعم. قال أنا إذن أصدقه أنا، بدون أن يذهب إلى الرسول، يا رسول هل قلت هذا الكلام أم لم تقل؟ هل هؤلاء يلعبون بالكلمات؟ قال إن كان قد قال فقد صدق، خلاص انتهى الأمر. قال كيف تصدقونه؟ تصدقه شيء لا يعقل. قال أنا أؤمن بخبر السماء يأتي إلي خلال ثواني ولحظات، لا أصدق بهذا. الإيمان هكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأن أصحابه أهل الإيمان الصادقين، فلم يشك أحد منهم في هذا الأمر. وهناك بعض الروايات ضعيفة يقول بعض المسلمين تركوا الإسلام، كلام غير صحيح. الذي آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج أحد منهم من الإسلام بعدما سمع هذا الكلام، لأنهم كانوا يعلمون بأن الله قادر على كل شيء، لا يستطيع أن يذهب بنبيه من مكان إلى مكان، وأمره كن فيكون. يعني ما يقال كلام غير صحيح. لم يشك أحد في الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقوه عن آخر، وأكبرهم وأشدهم تصديقا أبا بكر، لذلك سمي بالصديق. جعلنا الله من أهل الصدق إن شاء الله. كافر قو ولا فرصتك يقد استمع تدي جانا والله خدي دامه كيف أنا هاي كرة شبي وأمي أنا هر النوابان مسلمان بقرن أنبيجن ور محمد شد رأوا كما زندك حاشا إيه شد رأوا كريه شوف أولي أبو بكر قرتن لو أن أبي عمر مازن وأبي كنيزيك بيخنبر أبو بكر بو أبو بكر قو كرم كن قو جاورة ور هوالته شد رأوا كما زندك قد جرا ندقوتن بيخنبر تهار دم دقوتن هوالته يعني برياك خراب بون دلي وادا نداد کو بجن پیغمبرته وها گوتیه دگو حوالته وها گوتیه گو حوالم چی کریه گو حوالته حاشا اوسا دروا کمازن کریه بری چی کریه دروا وی چیه گوتیه شبکی اجمکی چوما قدسی وز هاتمه ای والا او بیجا راست بیجا بنه ایمان تماشا کن گو اگر پیغمبر گوتوا راست گوتیه انت یقین دکی گو بلز یقین دکم ابو بکر خدای رازی قط نگو جابساز هرم تماشا کن رو برکون دروات کن یتشتیانه نگو گو مادام كوند بيجن وي قوتي اكو يقوت راس قوتي بيكو از هرم جاي سؤال بكم خير بو چه بو راس بو چقا كيما چقا زيده نا وانا قوتن انا تو چاوي تشتي يقين دكي بو اتشماز يقين دكم جا عسماني حفتا خبر جراتي اتشما فيها يقينكم يعني چماز يقينكم ايمان ابقى مازنه يعني ايمانك انسان خرد بشكل كي بخدايا جي پیغمبري وي انسان يقين که وبكر قواز يقين که بناوا ثانيه كده 2 ثانيه تايد باللحظه يعني وحي جراتج عسماني حفتا اجاز فيها يقينكم او خدايك هر تشي كريه قوته يقول لك مازنه الله الله وانا عجيب ما نقول فيها شو يقينك لما ابو بكر قوتن صديق ابي تصديقك ابي راس خبرت ابي كو بشك وشبه يقيني پیغمبر هي ودنا صحابيه دا ان ابي زيدك وخبردانا پیغمبر بشك وشبه بمناقشه قبول كر او بو هنكي ديش خاد قوتن عجبا پیغمبر بازارت کرن مناقشات کرن ابو بكر قط بخير درس هاتي ام بخين جاناتش چد بون پیغمبر دگو ابو بكر دگو پیغمبر تشتكي زانه دگو خلاص از خبر نادم يعني حقي متن نك وعقل مجز احتراز ناكم اتزان پیغمبر چه گوتيه باشته راست بيجه افياج از يقين دكم و تشتكي دنه هيك كتاب تاريخ افتراء كده ودات كن دبين هناك مسلمان بون كافر وقت كو خبر اسراء و معراج چه بو و گوتن والله دا قصاجنا له كرديت بيجنا او قصاجاره ما يقين كده ما نظام في دروك او خمازن هي دبين هناك يجي اسلام دركاتن لاصل جيراتنا دروه يك حبكي جي اسلام درنكات چمكي ايك بونا مسلمان تا خوي ایمان بون زانمو پیغمبر کیه زانمو خدا يك چوایه زانمو قوت خدا چقاسه اوان خبردان اكتي گوتن يعني ابيك ایمان وان ضعيف يك ایمان ضعيف تنبو تب مير بون تب ظلام بون چه مير چه جن خدي ایمانك بقوت بون تكس كي جوان ذره كيجي شبه نكت ايمانوان يعني ضعيف نبو ايمانوان پیغمبر يقين ذكرن پیغمبر گوتيه راس گوتيه خبردان جرا لازمه پیغمبر جي به خبردان به شك و به شبهه بي خبردان دگوان يقين ذكر يعني وان خبردان انيش نراستن. امر اخر ايها الاخوه مختصر
إذا كان المتبوع والتابع، تابع أو الإمام والجماعة كما نسمي، إذا كان الجماعة دائما يشك أو الشعب يشك في قادته، إذا كان دائما يشك ودائما القائد يحاول أن يزيل هذا الشك ويشرح، هؤلاء لا القادة ولا الجماعة لا يصلون إلى مكان، دائما في شك ودائما في شبهة. ولكن إذا صدقوا القائد والقائد صادق في كلامه وهم يصدقونه سينجحوا. ولكن اليوم الإمام يقول كلاما، نحن نقول يا إمام هل هذا الكلام صحيح؟ فيبين بالأحاديث والآيات كلام صحيح، يقول نعم خلاص كلامك صحيح. مرة أخرى يبدأ يشك، هو يشك وهو يزيل الشبهة. الذي يأتي إليه شك وقائده أو قدوته أو الذي يدل ومرشده دائما يحاول أن يزيل الشك فلن يصل إلى ما كان، هو سيبقى في شكه وسيموت في شكه ولا يصلح لشيء. فعلينا أن نكون صاحب يقين، والقائد قائد والتابع يثق في قائده، إذا وثقوا فيه سينجحوا إن شاء الله. كيماني كما تفرد هيا مجبات شو فهمتكن تدي سروك مهنة سروك الدنيا سروك ميدين هر دواريج أم بيجن أم سر إيه ديني خبرنا على قمج إيه سياستنا أم دائما شبه دانه. عجبا سيداي من راس خبر ده، عجبا الشيخ من راس خبر ده، عجبا بياج من راس بيجا هر دم أفتش قصاتي جوانات بيجا حيرا راستي أبا أهتم شبهام تشو جارا كادي شبهه كادي شدبه وجارا كادي شبهه كي شدبه اوان انسان يكو شبهه دل واندا هبه در حق مزنه واندا او مزنه وان جاره جاره کی شبهه دل واندا دخه او تكبه او دردخه اوانا نابن تشتكي يعني ندبن سير ندبن بيواز بكيره تشتكي ناينه قرات يقين بكي سروكي خوش مزنه خو باوريه تبه هبه او جيت كارباري كشترا بيجه دائما شبهه تي خبردان كشترات بيجه والله اشتا يقينكم جاسون جمرا بخو öyle ki yakıniyet epetine dema kutej mazne hoş yakine ki dinagi tişteki hevidarım ki o yakine hani yakab kuvvet ke bedleme rehberime ebe dersame dedin ebe kreş marat ben sadık ben o yakini ve sıdk avanç bitte ke bedleme abna baş bheda mazn nabd fada imanaka bقوت بك نسيبه ان شاء الله الى ان نلتقي في جمعة قادمة ابقوا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.